السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنحكوا على اكبر خيانة، والموضوع هذا صبتو منتشر في التيك توك ويعني دا تحبوا ردة فعل هكا. ما تنساوش ديروا ابوني وزر تفعيل الجرس باش يلحقك انت جديد ولا انت جديده في هاد القناه. وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلا نبداو. ندير لكم قصة نبيل الجزء الأول واعطوني رأيكم في لي كومونتير. هو سبب خراب بيتك، هذا الشيء هو سبب الخراب، هذا هو الموضوع، هو السبب. هو السبب في الشيء اللي صرا كامل، رغم اني حذرت من قبل، حذرت على الهاتف وحذرت بالعقل سفيان. نبيل بالعقل بيا تسجلها. كي تحس روحك قادر تهدر اهدر، يعني احنا هنا على ذلك. ايه انا كنت حذرت على التليفون مع التليفون هذا، حذرت من قبل وهضرت، وصلت حتى وين كسرت واحد قبله العام اللي فات. قبل ما تصرى لي الحادثه هذه بسنه، قبل ما تصرى الحادثه هذه بسنه كنت كسرت هاتف كيما هكا لاسباب انسان نفضل ما نخوضوش فيها بزاف. لا يعني احنا ما نخوضوش فيها بتفاصيل. كما شفتوا خاوتي، واش قال التليفون هو سبب الخراب كل شيء، وهي صح. التليفون يخرب بزاف صوالح، يعني التليفون يقدر يكون نعمة او نعمة، على خاطر الشيء دا بزاف صوالح ماشي ملاح، وتقدر تجبد منه صوالح ملاح، يعني تستفاد به كيما تقرا قرآن، كيما تبع به دروس، كيما تستفاد من العلماء ولا اي حاجة تستفاد من التليفون. اما لا عفسه صوالح واحد اخرين تاع تيك توك ولي ترند وسماطه هذه غير ما كان له. نكملوا الجزء الثاني تاع القصه. تاعنا تصور وتصور هي معاه وتبان واضحه، يعني مش تشوف حاجه كيما هكا مستحيل راح تبقى على. معليش بالك انا تحكمت في روحي شويه، مهما يكون كاين اللي يموت، مهما يكون انا قلت بالك كاين اللي يموت من هذوك بالك ربي سبحانه وكاين فيديو ثاني اخر، وهذا الفيديو الاول هذا اللي فيه تقريبا 5 دقائق، يعني ماشي غير حتى كي قلت لك انا سرير، يعني كتصور وتصور هي معاه، يعني كاين امر يعني ما اخطر منه، هو انه تصور لك في انه تبين لك اولادك، يعني وهنا ندخل لك في موضوع واحد اخر. بالنسبه كاين نسمع انا كاين حتى اللي خاوتي صرات كارثه بأتم معنى الكلمه. خاوتي قالك باللي تصور معاه واحد السيد مع باش وشنو، وتهاني تصور في ابنائها، وكان صوالح كوباوهم في الفيديو. يعني هاد العباد ما حبوش يحشموا، يعني لهاد الدرجه ولات خيانه. السلام عليكم مي فري كارثه، الله المستعان. راح ندير لكم التكمله الجزء التروازيام، واعطوني رايكم في لي كومونتير. انا كي هزيت الهاتف خرجت ديريكت من الدار، ما زدتش عاودت رجعت حتى النهار اللي عاودت رجعت مع المحضر القضائي والشهود، عاودت دخلت لداري. دخلت بعد شهور، يعني مش عباك. انا لو كان ما شفتش الملف تاعك، لانه احنا على جال هذا الموضوع يومين وانت تجي عندنا المكتب، يومين وحنا نقراو ورقه بورقه ونتفحصوا في المعلومات كلمه بكلمه كلمه بكلمه. لو كان حكيت لي عليها هكا يعني عرضيا برك بالك ما نامنش، بصح لما شفت كل شيء، مام المشاهدين دوكا كيتبعوا راح يتصدموا، يعني راح يتصدموا. وبين قوسين، لانه انت وصيتني نقول هذه الهضره، احنا بوكو بلوس رانا نديروا في هذا الموضوع على جال اولادك اللي عندك. شحال ما شفتهمش؟ عندي 3 سنوات. 3 سنوات. 3 سنوات ولادي ما شفت. قالوا يا خوتي باللي كنا نقراو هذا الموضوع بالكلمه بالحرف الواحد، وحتى هما استغربوا. يعني لو كان هو اللي حكاها له ديريكت قالك ما يصدقش، حتى المشاهدين ما يصدقوش، يعني كيما انا مانيش نصدق وش صاير. والله العظيم خاوتي
لهاد الدرجة. لازم نتكلم على هاد الموضوع، ما تقوليش ما تكلمش عليه، خاطرش كارثة واش راهو يصرا في الواقع، كارثة من الاخر. نروحوا لاخر جزء هو الرابع، شوفوا واش كاين وعطونا رايكم في لي كومونتير. دخلت في حالة غريبة، غبت، كنت مريح معانا بصح ما كنتش معانا، يعني كنت في عالم آخر. حاجه ظاهره يوسف. درك ما تنساش ثاني بدا حتى صوص ما سمعتوش من 2023، يعني ما سمعتوش. يعني قلت لك الاولاد هادو ربي اللي يعلم الشيء حتى كي تنامهم، حتى مرات كاين كيما نقولها في مرات كثيره هكا يجيوني في المنام، نرقد على 10 مثلا، نامهم نوض، كي نوض ما نقدرش نزيد نعاود نرجع نرقد. شغل حاجه حقيقيه معاك انك تنام ولادك وما تقدرش تشوفهم، ما تقدرش تهضر معاهم، ما تقدرش، ما نقولوا حنا لو كان جا عندي من بعد اسبوع نقدر نروح نجيبهم ولا حاجه معليش، لكن على بالي باللي ولادي ما مش راح يجيو عندي. وانت قلت لي انه هذا الحصه راك ديرها لانه راك خايف، باسكو هذه الدنيا الانسان ما يعرفش اسكو يعيش اليوم، اسكو غدوه كش ما يصير. من 2003 ما شافش ولادو. او ماي جاد، حكايه هذه خاوتي ما تصدقهاش كاع العقل. خاوتي لحقنا لا فين الفيديو، ما تنساش اذا عجبك المحتوى ما تنساش دير لايك وما تنساش دير ابوني، ما تنساش تفعل زر الجرس باش يلحقك انت اللي ولا انت اللي ولا جديد في القناه، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. صيبون خاوتي لحقنا لا فين الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.